اتولد في عيلة على قد حالها بس قرر يبقى غني، وبقى أغنى شيخ في تاريخ مصر، ومش هتتخيل ثروته كام. بسم الله الرحمن الرحيم كده. الشيخ محمد حسان عنده مجمع سكني في اكتوبر، والمجمع ده 5 عمارات وعلى مساحة 1000 متر، وسعره اللهم لا حسد يعدي 100 مليون جنيه. بس الشيخ حسان ما بيحبش يقعد في مكان واحد، وعشان يمنع المشاكل بين ستاته الأربعة لو قعدوا في مكان واحد اشترى فيلا في مدينة العاشر من رمضان، وكمان فيلا في مدينة الشروق. وزمان كان بيصيف هو والعيلة في فيلا في جمصة، بس دلوقتي بيروح المصايف الشهيرة زي الساحل والحتت دي، وعنده شاليهات في كذا حتة بس في أماكن خاصة عشان ما يبقاش فيها معاصي. الشيخ حسان من الدقهلية أصلا، واشترى فيلا في المنصورة قدام كلية الدراسات الإسلامية، وفيلا تانية في حتة اسمها 100 بدر غير بيتهم الكبير في البلد اللي اتولد فيها. ده بالنسبة للعقارات. محمد حسان عنده حوالي 200 فدان في أماكن متفرقة، منهم مثلا 50 فدان على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، غير كام مزرعة. وكل شيوخ السلفيين في مصر بيحبوا يشتروا مزارع زي الحاج محمد حسين يعقوب. والشيخ من بدري لازم يركب عربية أحدث موديل، وبيغير عربيته أول بأول، وهو والأسرة عندهم أسطول عربيات. محمد حسان عنده شخصيا عربيتين، واحدة فولكس فاجن والتانية أكبر وأحدث عربية تويوتا، وده طبعا غير عربيات ولاده وإخواته. ومع العقارات والأراضي والمزارع حساباته في البنوك فيها ملايين. احنا مثالنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب ما عنده فلوس، ما عنده أموال، كان رئيس دولة 55 دولة تحت يديه، يدخل إلى بيت المال يخاطبها يا صفراء يا بيضاء غري غيري. ما يقدر يعيش بأحسن قصر، كان قاعد لبيت صغير لسه موجود، زين واحد من أقاربه. ماذا كان يأكل علي بن أبي طالب عليه السلام؟ كان يأكل خبز الشعير. علماء نعم كذلك، علماء بحمد الله. أنا دخلت على سماحة السيد علي السيستاني، ذلك البيت المتواضع، والبيت ملكنا أنا مأجر عليه، خلي يسمعون العالم من خلال فضائيتكم. هذا البيت الذي يقطنه مرجع الأمة السيد علي السيستاني هو وزوجته وأهله، بيت بسيط يعود إلينا، وأنا أخذ منه أجار كل شهر 12 من السنة الميلادية، يدز لي الأجار السيد هذا. زين، بيت متواضع بسيط. وهو قال لي يا سيد أمين انظر إلى هذه العباءة التي على كتفي، هي من أردأ أنواع القماش وصار لي 20 سنة على كتفي. هذا الزهد. فأجبته قلت له سيدنا لا عجب من ذلك، فأنت ابن من؟ فجدك علي بن أبي طالب الذي خاطب الدنيا إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك وأفلت من حبائلك. فلا عجب من ذلك. علماءنا هم أهل الزهد، وهكذا باقي المراجع. حينما نقرأ تاريخنا المعاصر سيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، أحيانا مرة من المرات طرده مؤجر البيت عليه، المستأجر من عنده طرده من المنزل، راح سكن في غرف مسجد الكوفة هو وأطفاله، وهو المرجع لأم السيد أبو الحسن. وهكذا إذن صفة الزهد موجودة عندنا بحمد الله.